دي عربية مصرية، فكر وابتكار مهندسين مصريين، وخدت مركز أول في العالمين لسنة 2024 على مستوى جامعات مصر كلها. احنا حلوان ريسنج تيم. الفريق اتأسس سنة 2010. أول مسابقة دخلناها في التيم كانت فورمولا ستودنت 2010 في كانت في UK سيلفر ستون. دخلنا فورمولا ستودنت 2010 2012 2015. بعد كده فورمولا ستودنت وقفت، بدأنا نشارك في شيل دي المسابقة اللي احنا هنخشها دلوقتي بالعربيتين اللي هي العربية الإيربن والعربية البروتو. دي مسابقة واحدة كهرباء واحدة بنزين. الإيربن بنزين 150 سي سي. العربية الثانية البروتوتايب، هي عربية بتبقى شبه الدمعة كده شوية. هي المسابقة كلها فكرتها إن هي أقل استهلاك، والعربية دي احنا مركزين شكلها يبقى كايروديناميكلي يعني كويس جدا وبيقلل الاستهلاك، والعربية كهرباء 400 واط. ايفر دي مسابقة مصرية محلية 100% يعني. فكرة المسابقة إن هي بتوفر لهم كل الحاجات اللي ممكن يعملوها لنا من تصنيع لتجميع لكل حاجة. فده الحمد لله خدنا فيها مركز أول، اللي كانت معمولة في العالمين. خدنا في 2022 خدنا مركز تاني، و2019 كنا مركز تاني، و2017 كنا خامس وسابع. فطبعا في بنتحسن بالتدريج يعني على الشيل. انتوا بقى داخلين ايه؟ احنا داخلين شيل ايكو ماراثون اللي هي بالايربن والبروتوتايب. باذن الله هتبقى في قطر من يوم 8/2 ليوم 12/2. مركز اول في العالمين زوم الرودر. هي كهرباء بتمشي 45 كيلو في الشحنه الواحده، تشحن في 6 ساعات تقريبا. انا اللي عامل ديزاين للعربيه من ورا. اول حاجه طبعا الفريم او الشاسيه، ده الاساس بتاع العربيه. الشاسيه انتوا بتعملوه فين؟ الشاسيه بيتعمل في المصنع المونيا. الفكره في الفريم بيتعمل ازاي؟ بنجيب جيج نقطعه CNC عشان نرص المواسير، عشان الراجل اللحام يقدر يلحم الجيج. الجيج ده بتبقى الماتيريال بتاعته ايه؟ خشب. بعد كده بيبدا الشباب بتاعت الفيكل داينامكس، هو بقى العفشه بتاعت العربيه. بعد كده بيبدا تيم الكهرباء يعمل الوايرنج بتاع العربيه ويحط البطاريات والمواتير. بنبدا نتست من غير البادي. البادي ده بيبقى اخر حاجه خالص. بنبدا نتست من غير البادي عشان نشوف لو في حاجه في الداينامكس تقدر نعدلها. ممكن بقى نخلي السسبنشن ستيب اكتر والكلام ده كله عشان ثبات العربيه. احنا عربيتنا من احسن العربيات اللي كانت في التراك عامه يعني. كان اقل عربيه كان فيها بادي رول. احنا معانا تيم فيكل داينامكس قوي قوي بصراحه. البادي كان متقسم في المسابقه دي اكنها عربيه كوميرشال بالظبط. متقسم مين بادي ورفرف واكسدام ورا، والباب طبعا. ده فايبر ولا؟ كل ده فايبر كلاس. كل ده فايبر. يعني اشرح لي كده، ده في كام تقريبا وده في كام مهندس تقريبا؟ يعني من اكبر التيمز عندنا الفيكل داينامكس، لان هي متقسمه بريك سيستم وستيرنج سيستم وسسبنشن. بيبقى فيها تقريبا من 10 ل 15 مهندس. تمام. بعد كده نبدا ننقل بقى بالتدريج. الكهرباء اقل شويه 10 مهندسين. الفريم مثلا يبقى برده 6 7 والبادي 6 7، لان شغلهم بيبقى اقل شويه من داينامكس. انتوا اصلا رابعه ولا؟ في مننا رابعه وفي مننا بيبقى ثالثه. احنا اصلا فببقى اتعلم. الناس اللي قبليه بتبقى سايبه لي ماتيريال ببدا اتعلم عليها. بقى مين هندسه في مصر هنا كان داخل؟ احنا كان معانا العاشر، القاهره، عين شمس، الاكاديميه البحريه تاني، والCIC وBUE والEUC. كل دول كانوا داخلين معانا، بس احنا خدنا مركز اول يعني. كيلومتر تمام. وحسبتوه ازاي وايه الفرق ما بين هم حسبوا الكونسومشن بتاع البطاريه نفسها. طبعا عملنا تيست كتير، وفي تراك كنا في OTV روم جربنا كل الاستراتيجي بتاعه الاكسلريتور اللي احنا بندوس عليها، ان احنا نثبت رجلينا عند حته معينه في الاكسلريتور، ما ندوس فرامل خالص. فطبعا ده خلانا نطول الرينج. طبعا هم بتبقى السبيكس بتاعت البطاريه عارفينها وبتاعت الموتور عارفينها، وطبعا بنحسبها بالطريقه دي. طب هم بيحسبوها ازاي؟ كبنزين التانك اللي معانا بيبقى ربع لتر، فطبعا احنا جايبين موتور 150 سي سي. المفروض بيبقى معانا ECU مفتوح ان احنا نعمل له تيوننج او مابنج، فبنقلل الكونسومشن جامد جدا. وطبعا في التراك احنا بيبقى في كذا استراتيجي، ان احنا بنعمل نظام ستارت ستوب. بنوصل لسرعه معينه مثلا 40 كيلومتر في الساعه، بعدها نبطل، بعدها السرعه بتقل معانا لحد 20 ندور تاني. هو زي الايكو بس مانيوال يعني. بالظبط. طب هو الموتور انتوا اللي مصنعين؟ لا، احنا جايبينه ستاندرد. تمام. فقبل كده كنا بنستخدم GY6 150 سي سي. الانجن الجديد ده ياماها تراي سيتي 155 سي سي ووتر كولد. المفروض هيبقى موفر اكتر في البنزين، لان هو اصلا نازل ستاندرد بتكنولوجيا الستارت ستوب. طب احنا لما عملنا بقى الموضوع الستارت ستوب، الرينج بقى كام؟ تارجت ان شاء الله نعدي 1000 كيلومتر يعني. 1000 كيلومتر بالربع لتر؟ لا، بلتر كامل. أيوة، بلتر كامل. بلتر كامل؟ هو كتير برضه. طيب والتكنولوجي دي بقى يعني بعد ما نخلص السباق وكل ده مع الاوزان الثقيله، احنا ممكن نبقى طالعين بنتيجه ان السيستم ده ممكن يتعمل في عربيات على مواتير اكبر؟ ممكن. هو اوريدي السيستم ده بيبقى موجود في عربيات بس مش كتير، بالذات في العربيات الهايبريد بيبقى موجود الموضوع ده. طالما انت ماشي على طريق مثلا بسرعه معينه، فانت مش محتاج الانترنال كومبشن انجن. مثلا المواتير الكهربائيه اللي بتفضل ماشياك، وهكذا. لو البطاريه شحنها قل،
فالموتور يبتدي يشتغل تاني يشحن بعدها. فيعني هي في الاخر فهي في الاخر بتأدي ان احنا بندي رينج اكبر. انا اللي اعرفه ان الهيمي مثلا المواتير 5.7 بتاعت الجيب لما انت بتمشي بسرعه معينه او دوسه معينه بيفضل شغال 4 بس. اغلب الشركات حاليا بتتجه ان انت توفر بنزين. في بقى تكنولوجيا زي كده كتير، اللي هو يفصل 4 سلندرات، يقلل الريشيو بتاعت البنزين. في حاجات كتير. ان احنا النهارده التكنولوجيا دي احنا ممكن ننقلها كبراءة اختراع ليكم وهندسه المطريه مثلا. اكيد طبعا. السورس ده انتوا عملتوه على ورق؟ هي قايمه اكتر على التجارب، ان انت بتجرب ايه هي السرعه المناسبه للاستهلاك، يعني بالنسبه للاستهلاك. كل عربيه تبقى مختلفه شويه على حسب كام سلندر. بعد بقى ما بتخلصوا الديجيتال تنزلوا تطبقوا عملي، ايه المشاكل اللي قابلتكم في الوقت اللي هو ما بين العملي وما بين اللي فعلا انتوا قلتوا خلاص كده ده تمام، ده افضل نتيجه هنطلع بيها؟ موضوع الكنترولر في العربيات الكبيره اصلا اكبر حاجه فيها واكبر تطور في العربيه بينزل من عربيه للثانيه هو الاي سي يو بتاع العربيه. دلوقتي احنا كطلاب بنشتغل على حاجه معينه بسبيكس معينه وحاجه، فاحنا بنحاول دايما ان احنا نوصل لافضل شكل وفي نفس الوقت حاجه مش موجوده في ايدينا. يعني ازاي بقول لك دي اول مره احنا عارفين الاختراع موجود، بس ان احنا نطبقه الموضوع مش سهل قوي عشان اختلاف اللوكيشنز واختلاف الحاجه، فاحنا واختلاف الامكانيات، حاجات كتير جدا يعني اختلاف امكانيات بالظبط كل حاجه. وبعدين هناك في اصلا مصنع هو اللي بيصنع الاي سي يو، وبعد كده ومصنع تاني بيصنع الوايرنج، ومصنع تالت بيصنع كذا. يعني الحمد لله حد الفيوز يعني. بقول لك احنا الحمد لله حتى الحاجات اللي احنا ما بنعرفش نصنعها بايدينا احنا اللي بنختارها، اللي احنا يعني كاننا بنصممها من الاول وبنشوف ايه اقرب حاجه للحاجات اللي احنا اخترناها ونشتريها او حاجه، بس تبقى حاجات قليله يعني. كل حاجه هنا تقريبا ما عدا البطاريه والموتور احنا اللي بنعملها تقريبا، ما عدا حاجات صغيره قوي هي ممكن اللي بنعملها عشان ممكن تبقى مكلفه بالنسبه لنا، مش عشان ما بنعرفش نعمل. اللي انا بقى عملتوا ايه من الاول، وايه الحاجات الصعبه اللي واجهتكم وجربتوا ازاي؟ قبل ما نخش المسابقه بنحدد شويه حاجات اللي هو على حسب المسابقه دي بتاعت ايه، هي مسابقه performance ولا مسابقه consumption. احنا المسابقه اللي احنا داخلينها حالا دي consumption، تمام؟ وليها رولز، حدود الويل بيس والتراك ويدز عملناهم في حدود الرولز، تمام؟ وبعدين رحنا عاملين البريك سيستم، عملنا له ديزاين كحسابات الاول على اكسل وماتلاب، وبعدين رحنا نزلنا السوق شفنا الكاليبرز المتوفره قد ايه، اكترها عامله قد ايه، دي مناسبه بالنسبه لنا ولا لا. عدلنا شويه حاجات في حساباتنا بناء على الحاجات الموجوده في السوق اوريدي. بالنسبه للستيرنج عملنا له بلوك دايجرام وعملنا له الكالكوليشنز بتاعته برده على سوليد وركس على اكسل وكده، وظبطنا شويه حاجات اللي احنا ظبطنا الزوايا بتاعتنا وذن رولز بحيث ان احنا ناخد التيرنينج ريدس بتاعنا وذن الثمانيه. غيرنا الدمبرز دي اكتر من مره، ودي كانت من اكتر المشاكل اللي بنلاقيها لان مفيش داتا شيت اصلا لاي ماتيريال في السوق. انتوا اللي بتخترعوها يعني. فاحنا بنجيب بتجيبوا وبتشتغلوا عليه. فاحنا بنجيب الحاجه نوديها نختبرها مثلا كدمبر، ناخده على حاجه زي الداينو بس للدمبرز، تمام؟ نختبره ده الدامج كوفيشنت بتاعه كذا، بناء على كده راح انا شايف في الديزاين بتاعي طب تمام معايا، طب قريب مش عارف ايه. كان فيها تعب شويه، اشترينا دمبرز كتير السنه اللي فاتت عشان كده. دي كانت في الاوتو كروس حاجه ثانيه يعني، بجد كان الاستابيليتي بتاعتها كانت قويه جدا عشان السسبنشن كان رهيب ساعتها. طيب وايه اللي كان صعب قوي؟ مبدئيا عدم توافر الداتا اصلا. اجزاء السسبنشن كمان بالذات بيبقى فيها مشكله لان المساعدين هي الحاجه الوحيده اللي بيجي لها داتا شيت السسبنشن كلها. ومساعدين ايه العربيات الكبيره او العربيات كله عامه العربيات بتاعت المكن. هو حرفيا بيقول له حضرتك انا ده صنعته في الصين وعملت له باكجنج في الصين بحاجتي وجت بس مالهاش على الله اتصرف انا بقى اروح اتشقلب بقى تفضل تجرب. احنا في العربيه الجديده دي اكتر حاجه تعبتنا شويه كان الماتيريالز ذات نفسها بقى، يعني كالومنيوم كحديد ككده، واللي احنا نجيب السبيكس بتاعتها زي ما احنا عايزين بالظبط. لايك اللي احنا اشترينا الومنيوم مثلا وكان المفروض ده يبقى بيتنى عشان نعمل عليه حاجات، طلعش لا بعد ما اشتريت دفعت الرقم مش قليل، بعد ما قطعته خلاص رايح على التنايه اوبا بيشقق خلاص مش شغال. نروح بقى ادور على حاجه ثانيه، ويعني بذلنا فيها مجهود شويه ماتيريالز. كاوتشات بتاعت العجل، لايك ان هنا عندنا عربيتين في المسابقه الجديده. المسابقه دي العربيه دي بنزين، في عربيه ثانيه كهرباء. الكهرباء الكاوتشات ذات نفسها ومن الصين وما لهاش اي اسبكتس واضحه. فاحنا عشان نلاقي في الحته دي واحنا عايزين نقلل
الرولينج ريزيستنس في بسبب الكاوتشات والكواليتي بتاعتها تكون كويسه وكده. رحنا جبناها ميشلين من فرنسا، عملنا لها اوردر ولسه جايه امبارح بالليل. طبعا بيبقى كل حاجه محسوبه، يعني انا هحط بادي وزنه قد ايه على سسبنشن تتحمل قد ايه. ايوه انا عايزك بقى تكلمني عن النقطه دي. بص هو مبدئيا احنا بيبقى في المسابقه ليها رولز كده، بتقول لك مثلا العربيه ما تعديش وزنها كذا. يعني مثلا في بتاعت ايفر احنا كاتبين الوزن هنا، رحنا احنا بنعمل انسبكشن هم وزنوا العربيه اوكي دي وزن رول، ف 256 كيلو. عامة هو بعد ما وزن احنا عرفنا نخفف حاجات في العربية بعدين. انا بحط الوزن ده بيطلع لي النتائج دي تمام، او لا انا محتاج اخفف زيادة اقلل زيادة. طب اكلم بتوع الكهرباء بقول لك ايه ككونسامشن وايز تمام، ده يقول لي لا مش تمام ظبط تاني قلل اكتر. باسم كان راكب العربية دي وبياخد الكورنرز باجريسيف جدا، وكان العربيه ستيبل معاه. ده بناء عليه ان كان في واحد احمد عبد الله كان مسؤول عن الحاجات دي، وكان هو ظابط كل حاجه وعامل لها سيميوليشن بالظبط. بجد كان تعب عليه وعلى تعب على الناس الباقيين، اكيد كلهم كانوا عاملين حاجات قويه كحسابات. اما دي ودي كمان واحده بنزين والثانيه كهرباء، وقدامهم 14 يوم بس هيدخلوا بيها مسابقه باسم مصر في الدوحه. يا ترى يلحقوا ولا؟ وكل ده باقل الامكانيات، عايزين ندعمهم ونشجعهم ونقف في ظهرهم لحد ما يكسبوا. احنا حلوان ريسنج تيم، هندسه مطريه جامعه حلوان. استنونا في مسابقه شيل ايكو ماراثون 2025، وان شاء الله هنقدر على التحدي، وان شاء الله هنشرف مصر في قطر. ريسنج تيم كلنا معاكم.